ازيكم يا فريندز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده اليوم بصوا، النهارده اليوم استثنائي من الفيديوهات الاستثنائيه، يعني اللي مش بتتكرر كل يوم. حتى بالنسبه لي انا من ساعه ما انا جيت تركيا يعني ما بخرجش شفت جوه تركيا كتير، يعني بتفسح بره تركيا لكن جوه تركيا لا. المره دي مختلف تماما. خليكم بقى معانا عشان اقول لكم المفاجاه اللي احنا هنعملها معاكم اول مره نشوفها. ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. في الفيديو ده احنا رحنا 3 محافظات تقريبا 2000 كيلو، متخيلين؟ رايح جاي. رحنا مدينة منيسا، ورحنا مدينة بورصة، ورحنا مدينة اسمها بالكسير. ديت من أجمل يعني وأغلى المناطق السياحية في تركيا، وخصوصا بالنسبة للأتراك. لما روحنا مدينة منيسا ديت، يعني احنا شفنا في جوجل ناس يعني مطعم مشهور بيروحوه عند رحمة الراس، بيسموها هنا كلي باشا واللسان والمخ والحاجات دي. فاتصدمنا بصراحة لما روحنا لقينا المكان زحمة جدا جدا ومفيش مكان لنفر، واستنينا وفوجئنا باللي اتحط لنا. اول ما حط لنا الطبق انا كنت متوقعه ان احنا هنشوف بقى لسان كده وكرشه وفشه والحاجات دي، لقينا حاطين كده حاجات بسيطه. باتشاما بوديلما. ده بقى ده الاكل بتاعي بقى. في مخ والحاجات اللي هو اللسان والحاجات الجميله ديت. الله بالهنا والشفا. فريندز كانوا بيقولوا لي يعني الاتراك ما بياكلوش، لا المحل كله مليان اتراك، بياكلوا لسان وبياكلوا مخ وحاجات كده، يعني عادي جدا. حتى في اوروبا بياكلوا الحاجات دي. بعد كده بقى سافرنا في الطريق لمدينة بالكسير، ورحنا شفت مدينة ايوالك، وشفت حتة اسمها جوميتش تقريبا ده اسمها. الاماكن ديت احنا قعدنا في فندق يا جماعة، فندق يعني ليلة واحدة 3700 ليرة، من غير ما شفناش الفطار ولا شفنا حد استقبلنا ولا شفنا اي حاجة. وقال لي دي اسعار الشتاء، يعني المنطقه دي الليله الواحده احيانا في الصيف توصل ل6 و7 في الفنادق اللي هناك، لانها بتعتبر سياحيه. عشان كده بيقول لي طول اللي احنا انت لو عايز تعملي سياحه ما تعملهاش في تركيا. شوفوا بقى، رحنا لمنطقة الناس الأغنياء والفلل بتاعت الناس الأغنياء اللي هم أغنياء تركيا، اللي هم عندهم عقارات وشركات بيروحوا يصيفوا فين. دي بيوت المصيف بتاعتهم. احنا ما كناش رايحين نتفسح يا جماعة، احنا كنا رايحين شغل تبع تورل. وقلت له طيب بالمناسبة اللي احنا يعني تاخدنا معاك وكده. فلما سألت على سعر الفيلل ديت، السعر من 25 مليون ل30 مليون ألف ليرة. بعد كده كنا جوعنا يعني تماما، يعني المسافات دي طويلة يا أصدقائي. يعني أنا قطعت في الفيديو جامد لأن كان عندي نوبة الصداع النصفي شغالة، فما كنتش شايفة قدامي. وصلنا بالليل بقى الفندق اللي انا قلت لكم عليه ده، ما لقيناش اي حد خالص، يعني ولا حد استقبلنا ولا حد. كاننا كده حراميه داخلين وسابولنا المفتاح بره، يعني قدام الباب. وصحينا الصبح الساعه 8:30 على اساس ان احنا نلاقي يعني اللي هي الفطار وكده، واحنا دافعين فلوس وما لقيناش حد. هو يعني احنا المفروض الناس تستنى لحد امتى؟ بعد كده بقى ده ما اشتكينا والحاجات دي كلها، بعد ما احنا وصلنا محافظة تانية بيقول لنا الفطار جاهز على الساعة 12. والله فطور اللي كان متضايق دقيقة السنين. وساعتها من ساعتها حلف يعني ما اروحش سياحة في تركيا تاني. قال لي انا اروح اعيش ملك انا في مصر، اتفسح في كل حتة وادخل ريكسوس وادخل مش عارفة ايه بالفلوس اللي انا ادفعها في تركيا. احنا طبعا كانت غلطتنا الكبيرة اللي احنا حجزنا من موقع محلي تركي، اللي هو الفندق ده او البنسيون ده. ما حجزناش من بوكينج ده الشركات والفنادق وحتى البنسيون وحتى الاوض اللي هي السياحيه ديت او الشقق السياحيه بتخاف من التقييم وبتخاف يتخصم منهم الفلوس، وحقك بيرجع لك. لكن عشان خاطر احنا يعني اخترنا موقع محلي معرفناش ناخد منهم حق ولا باطل، واشربوا من البحر بقى. بعض الأصدقاء يعني بيسألوني على طول دايما مرتبات الأتراك كام والحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور دلوقتي يا أصدقاء السنة دي بقى 28 ألف ليرة، يعني تقريبا 650 دولار. الموظف الحكومي بقى بياخد 64 ألف، المدرس بياخد 81 ألف، اللي هو الخبير بقى اللي هو المدرس اللي أقل شوية بياخد 73 ألف،
بتاع الشرطة بياخد 81,000، الدكتور بياخد 150,000، الممرضة بتاخد 74,000، المهندس بياخد 96,000. الأرقام دي أنا مش متأكدة منها، بس ديت يعني اللي هي حسب وكالة الأناضول. اللي هو الدكتور بتاع الجامعة بياخد 135,000، الباحث بياخد 90,000، اللي هو الواعظ اللي هو تبع الشؤون الدينية بياخد 76,000، المحامي بياخد 90,000. على فكرة هنا بيلتزموا جدا بموضوع الحد الأدنى للأجور، ما تلاقيش أي حد يقبل أقل من كده، خصوصا لو كان تركي. لكن لو كان مثلا من أي دولة أو مش معاه إذن عمل أو مخالف أو كده، فبيستغلوهم للأسف وبيشتغلوا بأقل من المبلغ ده. كان هيروح لحتة تاني خالص، وكان هيكون بشكل مختلف خالص، لأن احنا كنا مستنيين من السنة اللي فاتت الشتاء علشان خاطر نروح يعني حتة في بورصة اسمها أولودا، وده جبل ففيه تلفريك. فأنا اكتشفت إن هو طوره يعني إيه بيخاف. فانا لما كل شويه يعقدني يقول لي بس ده عالي قوي، ده مش عارفه في سلك ممكن يحصل ايه. هو انتوا عارفين يعني الرجاله ما بتحبش تعترف ان هم خايفين، بس لو هو فعلا طلع يعني بيخاف، رغم ان انا بخاف والله العظيم من المرتفعات، لكن يعني مهما كان التلفريك فهو مش هيكون اسوأ من الطياره. طبعا انتوا عارفين ان هي المناطق السياحية او اللي هي فيها مصايف ديت بتكون سكتم بكتم في الشتاء، والحركة كلها بتكون في الصيف. فكانت اغلبية المحلات قافلة، وكان لسه كمان الصبح بدري، الساعة 8:30 9، فما كانش حد فاتح. وبصراحة هو كان خايف برضو اللي احنا ندخل مثلا المحل ندفع كتير، لان هي بتعتبر يعني اسعار سياحية. حتى انا كان نفسي والله اكل حاجة اسمها ايفالك توست، وده مشهور بيه المدينة ديت او بالك كثير، خاصة ايوالك اللي هي المدينة السياحية الاشهر في بالك كثير. وده توست عبارة عن سوسيس وسجق تركي ولانشون واللي هو العيش التوست ده، واللي هي حاجة جبنة الموتزاريلا. والمدينة برضو مشهورة بحاجة اسمها الهوشمارية أو الهوشمارين. الهوشمارين دي طعمها بصراحة ما عجبنيش نهائي، أنا ما قدرتش أكل منها إلا معلقتين أو 3، لأن هي مسكرة بطريقة غير طبيعية. يمكن تختلف من محل للتاني، ممكن لأن ديت جاهزة، لكن أنا ما دقتهاش يعني ما دقتهاش في مكان تاني، ما اقدرش احكم برضو، بس ما عجبتنيش. وديت حاجه اسمها بيوز اللي انتوا شفتوها قبل كده، وديت مشهوره بيه مدن غرب تركيا زي المدينه اللي احنا فيها ديت دلوقتي. فكل ما بروح مناطق ايجا او جنب بحر ايجا لازم اكل البيوز ده. بعد كده بقى رحنا للجمال كله، وصلنا لمنطقة مدينة بورصة، وديت مدينة مختلفة خالص عن أي مدينة. يعني أنا لو نفسي بجد أعيش في تركيا فتأكدوا اللي هي هتكون مدينة بورصة، لأن بورصة فيها كذا منطقة كده تحفة تحفة، وكمان الناس متسامحين مع العرب وبيحبوا العرب، وفيها أحياء برضو كويسة جدا زي حي اسمه حي بلاط. لكن رغم الجمال والطبيعة والمناطق الساحلية الجميلة زي بورصة وزي بالك كثير وزي إزمير وزي اسطنبول برضو، لكن أغلبية المناطق الجميلة للأسف تعتبر مناطق يعني زلزالية من الدرجة أولى. يعني بالك كثير دي بتحصل زلازل فيها تقريبا أسبوعين. تركيا حصل فيها السنة اللي فاتت دي أكتر من 52,000 زلزال يا أصدقائي. أنا وعدتكم يا أصدقائي لن هحكي لكم عن اللي حصل مع ابني، إن هو يعني قعد يكلم ابني كده ويبصله ويمسكه كده وهو باصص له ازاي ده تركي، على اساس ان ابني شكله يعني مش زي اللي هما الاتراك بقى البيض واللي هما الطوال شويه وكده. فطبعا قدامي كمان، فانا زعلت جدا وفعلا رحت القسم، لولا يعني للاسف يعني حظه بصراحه ان انا ما كنتش ساعتها يعني نعرف اسمه، والمدرسة كانت مخبية علينا اسمه لحد ما يعني احنا نكلمهم، وكلمنا فعلا مدير المدرسة. هي مدرسة وبس فيها حضانة، يعني هي مدرسة يعني حضانة حكومية، لحد ما اتصلوا بينا وقالوا لنا احنا اسفين. واكيد بقى هو الراجل ما اتصلش يعني اللي هو نسيبه اتصل، او هو جوز بنته تقريبا هو اللي اتصل وقال اكيد ما يقصدش وبيعتذر والحاجات دي كلها. فانا بصراحة ما قبلتش الاعتذار، قلت لا، لازم اللي هو يجي زي ما هو يعني جرح ابني وجرحني انا يعني في المدرسة، لا
يعتذر لي شخصيا ويعتذر لابني برضو. هو الراجل كان كويس وكان محترم برضو، هو مش عايز مشاكل، لان الموضوع ده كان فعلا هيكون كبير، وكان ممكن كمان يوصل للسوشيال ميديا. هنا في تركيا اي حاجة بتحصل على طول بتتنشر. والله العظيم انا متهيألي لو واحدة مثلا وقعت غسيل واتخانقت مع واحدة هنا ممكن الموضوع يوصل للسوشيال ميديا. والله فعلشان خاطر يعني ايه يعني فضايح، وعلشان خاطر يعني تجنبا للمشاكل، وكمان علشان خاطر يعني الواحد ما بيحبش الشر عامة وما بيحبش يأذي الناس. فقلت خلاص المسامح كريم وما تتكررش تاني بقى. الأخضر الكبير ده استاد بورصة الرياضي، والمنطقة اللي انتوا هتشوفوها بعد شوية دي اسمها مدينة منطقة بلاط، وديت من أغلى المناطق ومن أرقاها الموجودة في بورصة كلها. يعني ممكن تلاقوا شقق فيها ب28 مليون، 25 مليون، 20 مليون. طبعا في أرخص، يعني أسعار طبعا بتختلف من منطقة لمنطقة، بس بلاط ديت من أرقى الأحياء جوه مدينة بورصة كلها. واحنا ماشيين كده في شوارع بلاط اللي هو حي بلاط ده، هتشوف بقى اللي هي الكومباوند زي ما بيقولوا كده، اللي هي موجود عليها سكيورتي وبتقفل ببوابة، نظام بقى التجمع الخامس والشيخ زايد والحاجات دي. فربنا يوعدنا ويوعدكم يا أصدقائي يعني بشقق كده جميلة وتسكنوا في مناطق جميلة وبمناسبة السنة الجديدة، فأنا بتمنى لكم الحب والخير والسعادة والرضا والنجاح والتوفيق يا رب ليكم كلكم يا أصدقائي. أنا بشكركم جدا من قلبي على كل الحب وكل الدعم وكل التعليقات الجميلة اللي بتوصلني. واعذروني ان انا قصرت برضو في التصوير، لان درجة الحرارة كانت 7 وكانت 4 وكانت 14 تحت الصفر و11 تحت الصفر، فما كناش بنطلع من العربية تقريبا، وكنا لابسين جوانتات، وكانت ما اقدرش اقول لكم الوضع كان ازاي. والله عليا وعلى العيال وعلى طول. فالشتا ده يعني الواحد ما بيخرجش والله. فعلشان كده يا فرانس ما عرفتش اصور هنا وهنا ونتنطط فاعذروني. لو انتم الابطال اللي معايا دلوقتي، فانا بشكركم على كل الحب وكل الدعم وكل التعليقات وكل الدعوات اللي بتوصلني يا اصدقائي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو قريب يليق بيكم باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين يا فرانس، وكل أصدقائنا المسيحيين اللي بيحتفلوا بأعيادهم كل سنة وهم طيبين، وكل سنة بمناسبة رجب، كل سنة بمناسبة شعبان، وربنا يقدرنا على رمضان بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين.